مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإرثية استهلها بالعناوين. التذكير بدور المجتمع لزيادة نجاح الحملة التثقيفية في مديرية حلحل في عنسبة. توزيع أراضي الملكية الخاصة في صعزكة. أنشطة نفير تنموي في نقفة. وصول غواصة أمريكية نووية إلى كوريا الجنوبية. اشتداد التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو. حرائق الغابات تودي بحياة 15 شخصا في 16 ولاية بالجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. تم التذكير في اجتماع عقد خلال 16 من يوليو في مديرية حلحل بإقليم عنسبة بأهمية تعزيز دور المجتمع في إنجاح الاستثمار الجاري في التعليم. وقال رئيس مكتب التعليم بالمديرية الأستاذ عثمان محمد آدم إن 2% من أصل 8443 طالبا مسجلين في العام الدراسي 2022-2023 قاطعوا مائدة التعليم لأسباب مختلفة، ورسب 17% منهم، فيما نجح 81% إلى المستوى التالي. ويقارن هذا مع العام الدراسي الماضي، حيث انخفض معدل المقاطعة بنسبة 1.6%، بينما زاد معدل الرسوب في الصفوف الخامس والسادس والسابع والعاشر بنسبة 3.4%، وانخفض معدل النجاح بنسبة 2.6% على حد قوله. وأشار إلى أن عدم تجمع القرى ونقص الفصول الدراسية ونقص المعلمين خاصة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية ونقص الكتب والمكاتب كانت من التحديات الرئيسية. وقال رئيس فرع التعليم بعنسب الأستاذ كفلاي عند ميكائيل ومدير مديرية حلحل السيد قرمازيان أبرهة إن التنسيق والجهود المشتركة أمران حاسمان لتحقيق النتائج المرجوة، وعلى الآباء تعزيز دورهم في هذا الشأن. قدمت قطع الأراضي السكنية الطيسة ل 420 من سكان ضاحية صعزقة الذين أوفوا بالإجراءات اللازمة، بينهم 148 من النساء. وأوضح مسؤول الأراضي في قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد مكنن مائيل في المناسبة أن تقديم الأراضي جاء بموجب مرسوم الأراضي رقم 58 لعام 1994. وهنأ مدير مديرية بريخ السيد تسفوف الساسيان الحاصلين على قطع الأراضي، مناديا لتوظيفها جيدا. وذكر المواطنون بأن توزيع الأراضي يخفف من المصاعب الاجتماعية التي كانت قائمة. نظم الاتحاد الوطني للمرأة ومؤسسات التعليم العالي والأبحاث محاضرة عن النمو الذاتي وأثره ورفع الوعي القانوني وتقوية المنظمات النسائية الشابة في أسمرة يومي 20 و21 من يوليو، حضرتها 45 من ممثلات الكليات. وبحسب مسؤولة ساوى والتعليم العالي والأبحاث في المكتب المركزي للمرأة السيدة براش هبتاي، فإن المحاضرة سترفع مستوى وعي المشاركات لاستخدام الفرص التعليمية التي توفرها الحكومة لتطوير قدراتهن والتأثير على الأخريات. واقترحت المشاركات تنظيم منتديات مماثلة واستمرارها، لأن التدريب يساعد بشكل أساسي على معرفة الذات وتطويرها. قام سكان ضاحية معه ومدينة نقفة بأنشطة نفير من شهر مايو لحماية التربة وحفظ المياه. وأوضح المشرف على العمل السيد محمد صالح حامد إن النفير الذي جرى في الجبال والجيوب الجبلية هادفا لمكافحة انجراف التربة. وذكر ممثل وزارة الزراعة سيد عثمان جابر بناء المدرجات والحواجز المائية في مساحة 5 هكتارات من الأراضي المخصصة لإقامة المحمية. في غضون ذلك قام أعضاء مركز تدريب الضباط برعاية الأشجار وصيانة الدفاعات في مقبرة الشهداء في دفاع حرف بي. شهد العام الدراسي 2022-2023 تحسنا في تحصيل الطلاب في مديرية عبد خالة بالإقليم الجنوبي، حسب ما
جاء في الاجتماع عقد في 15 من يوليو لتقييم عملية التعليم والتعلم. وبلغ معدل النجاح 91.7% في المرحلة الابتدائية، و76% في المرحلة الإعدادية، و81% في المرحلة الثانوية، بزيادة قدرها 4% عن العام السابق، وفق التقرير الذي قدمه مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ تسفاي سبهاتو. كما كشف الاجتماع بأن معدل مقاطعة الطلاب لمائدة التعليم بلغ 6%. وقال مشرف التعليم الأساسي في الإقليم الأستاذ عبد القادر عبد الحي أن تعاون جميع أصحاب الجهات ضروري في عملية التعليم والتعلم، داعيا العمل المنسق لإزالة المؤثرات السلبية في هذا الشأن. ودعا المشاركون إلى استمرار المساعدة للطلاب الضعفاء والتدريب الإضافي للمعلمين الجدد، وبناء الأسوار في المدارس التي ليست بها أسوار، وإصلاح المكاتب. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت القوات البحرية الكورية الجنوبية أن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوريا الجنوبية بعد أيام من مغادرة غواصة استراتيجية أمريكية لكوريا الجنوبية بعد زيارتها ميناء في بوسان في استعراض للقوة ضد التهديدات المتزايدة الكورية الشمالية، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية. وذكرت القوات البحرية في رسالة نصية بأن المهمة الرئيسية للغواصة التي تعمل بالطاقة النووية هي إجراء عمليات الحرب المضادة للسفن والغواصات. وأضافت البحرية أنه بمناسبة زيارة USS أنابوليس تخطط القوات البحرية الكورية والأمريكية لتعزيز موقف دفاعي مشترك وإجراء أنشطة مشتركة لإحياء الذكرى 70 للتحالف الكوري الأمريكي. هذا وتأتي زيارة غواصة الصواريخ البالستية الأمريكية التي تعد الأولى إلى كوريا الجنوبية منذ عام 1981، بعد أن تعهدت الولايات المتحدة بتعزيز الظهور المنتظم لأصولها العسكرية الرئيسية، بما في ذلك تلك الغواصة، في إعلان واشنطن الذي أصدره الرئيسان يون سوك يول وجو بايدن خلال قمتهما في شهر أبريل الماضي. تقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأسرع معدل له في 8 أشهر في يوليو، مع تسارع التباطؤ على خلفية التخفيضات في التصنيع، على ما أظهرت نتائج مسح رئيسي. وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري أن التصنيع لا يزال يشكل نقطة ضعف في منطقة اليورو، ويرجح أن يتجه اقتصاد منطقة اليورو أكثر نحو الانكماش في الأشهر المقبلة، مع استمرار تراجع زخم قطاع الخدمات. وأظهرت أحدث الأرقام أن ألمانيا سجلت انكماشا مع انخفاض الإنتاج للمرة الأولى منذ يناير على خلفية تراجع حاد في إنتاج المصانع. وتأتي بيانات مؤشر مديري المشتريات المؤلمة في الوقت الذي يتطلع فيه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع في إطار سعيه لضبط التضخم. أودت حرائق الغابات في الجزائر بحياة 15 شخصا، فيما أصيب 26 في 16 ولاية حسب ما أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية. وقالت الوزارة في بيان صحفي أن ولايات بجاية والبويرة وجيجل سجلت الحرائق الأوسع رقعة بفعل الرياح، وأشارت إلى أنه تم إجلاء 1500 شخص، لا سيما في بلدية فناية بدائرة القصر وبلدية زبربر بدائرة الأخضرية. وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل نشوب 97 حريقا في الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية عبر 16 ولاية. أودى حادث غرق عبارة قبال السواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية بحياة 15 شخصا على الأقل، أدى لفقدان 19 آخرين. وقال المكتب المحلي لوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في بيان إن القارب غرق وعلى متنه 40 شخصا، وتم إنقاذ 6 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بينما يجري التحقيق في أسباب الغرق. ونقل بيان عن محمد عرفة رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية في مدينة كنداري بجنوب شرقي سولاويسي قوله إنه حتى الآن ما يزال البحث جاريا عن 19 شخصا.
في إندونيسيا عادة ما يختلف عدد الركاب الفعلي على متن القارب عن السجل، وتكثر الحوادث في البحر في البلاد. أختم هذه النشرة بتذكير بالعناوين. التذكير بدور المجتمع لزيادة نجاح الحملة التثقيفية في مديرية حلحل بعنسبة. توزيع قطع الأراضي السكنية في صعزقة. أنشطة نفير تنموي لحماية التربة والمياه في نقفة. وصول قواصة أمريكية نووية إلى كوريا الجنوبية. اشتداد التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو. وحرائق الغابات بالجزائر تودي بحياة 15 شخصا في 16 ولاية. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.